السلام عليكم. حلقة غير عادية، حلقة تهم كل مواطن عامل على تليفونه محفظة إلكترونية. أنا هتكلم عن بعض مشاكل المصريين مع بعضهم. حديث المصريين اليوم هنناقش قضايا نصب بشكل جديد على المصريين. مثلا أنا واحد من الناس رقم تليفوني 010 موجود على الإنترنت، فوجئت بإن واحد كلمني من يومين وقال لي أنا من خدمة فودافون كاش، وفوجئت إن الرقم مسجل على تلو كولر خدمة فودافون كاش. طب الناس الطيبين مش هيقعدوا يدوروا ومش هيجاروا الناس. هتقول لي يا اسامه انت متاكد من الكلام ده؟ هقول لك معلن دلوقتي امامنا على الشاشه رقم التليفون اللي متسجل بفودافون كاش. طيب ما تخلونا نسمع الحوار اللي دار بيني وبينه. وعليكم السلام. يا رسول الله يا فندم، معاك عمرو جمال، احد ممثلين سنتر فودافون كاش. حضرتك اهلا بيك. بتواصل بيك بخصوص كاش باك اللي بينزل لك في معاملات يا فندم، مش بتستخدمهم ليه؟ ما اعرفش ان في حاجه بتنزل عندي. انت في معاملاتك عندك في السحب وفي الايداع مش بيديلك مبروك 56 كاش باك، 100 كاش باك، 20 كاش باك؟ ما بتجيليش الرسائل دي والله. ازاي ما بيجيلكش؟ لا بيجيلك بيهم رسايل. لا ما جاليش رسائل كده. انت لما بتسحب فلوس او بتبيع فلوس مش بيديلك بعديها مبروك 56 كاش باك، 20 كاش باك، 10 جنيه كاش باك، 100 لا. كاش باك لحد دلوقتي؟ لا لا لا. انت اخر مره استخدمت الشريحه امتى في السحب وفي الايداع؟ ايه انت اخر مره سحبت فلوس او اديت فلوس اخر مره امتى؟ اول امبارح. تمام، مش هيجيلك بعدها رسايل؟ لا ما بتجيش بعدها رسائل. ازاي ما بيجيلكش رسايل؟ يبقى انت الرسايل عندك واقفه، بس لما بظهر عندك على الابلكيشن برضه. طب هشوفها حاضر. تمام، انت ليك 2900 لسه ما استخدمتهمش. 2900. تمام. ممكن نستخدمهم لك مكالمات مش جوابات، او ممكن نستخدمهم لك رسائل. شوف انت عايز نستخدمهم لك ايه؟ نستخدمهم لك يا فندم مكالمات مش جوابات ولا نستخدمهم لك نقدي؟ لا نقدي. نقدي في المحفظه؟ تمام، لحظات معايا. انت اول مره تستخدمهم معانا ولا ايه؟ ما استخدمتهمش خالص؟ مفيش حد من الستاره عندنا كلمك؟ لا لا لا. تمام، لحظات معايا. تمام، حد لوحة المفاتيح من بره؟ ايوه. وضع على الاتصال، الكارت المائي اضغط نجمة 9 نجمة. ممكن الصوت اللي جنبك؟ انا في الشارع. تمام يا فندم، خش كده على جهة الاتصال، اضغط نجمة 9 نجمة. كده انا بحول فلوس. نجمة 9 نجمة مين شباك يا استاذ؟ تحول ايه؟ هو حضرتك من شركة فودافون؟ يا فندم. طب حضرتك كلمني من. سمعتوا؟ اتأكدتوا من كلامي؟ هو بيقول لي اكتب نجمة 9 نجمة 9 وبعد كده كود علشان يسحب كل اللي في المحفظة. بس للأسف أنا طلعت أذكى منه، لأن واحد أنا سجلت له، 2 عملت محضر ضده في الأموال العامة وفي مباحث الإنترنت، وعلى شركة فودافون إن هي توقف الأرقام اللي ظاهرة حاليا على الشاشة لأنها بتنصب باسم الشركة. طيب دي جزئية. الجزئية التانية بعدها بيومين من رقم تاني كلمني حد تاني وقال لي انت جالك 12000 جنيه عشان بتسحب وبتودع على فودافون كاش. برضه جريته في الكلام وتعالوا نبقى. مساء الخير. مساء النور. أسامة؟ ايوه. ازي حضرتك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. معاك احمد مصطفى من خدمة عمر فودافون كاش. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ اسامة. اهلا بيك. حضرتك يا اسامة انت مفعل معانا محفظة فودافون كاش على الرقم ده مظبوط؟ انت بتستخدم المحفظة ولا حد كان يا استاذ اسامة؟ انا اللي استعملت. اخر مرة استخدمتها كان امتى؟ كان اول امبارح. تمام، نزل لحضرتك كاش باك على المحفظة بتاع حضرتك بقيمة 12750 نقطة كاش باك، تمام؟
تقدر تستبدلها بفلوس نقد كاش او تستبدلها بمكالمات ونت على خط حضرتك. تمام؟ ده على كل معامله كنت بتستخدمها على المحفظه كان بينزل لحضرتك كاشات بيك على المحفظه. تمام؟ فالجمع لحضرتك 12750 نقطه. حابب تستبدلها بفلوس نقد كاش ولا تستبدلها بمكالمات ونت على خط حضرتك؟ لا ناجي. ايه رأيكم؟ شيء جميل. المصريين ما عندهمش ادنى مشكلة ازاي ينصبوا. طبعا هم شايفين الرقم على الانترنت، موجود في صفحات، موجود على اعلانات باسم جورنال نبض المصريين، موجود على تحت اسمي. فطبعا تخيلوا ان الراجل ده بقى محفظته يعني فيها الملايين، ما يعرفوش ان هو معهوش، ما يعرفوش ان المحفظة فاضية، ما يعرفوش ان انا ما عنديش محفظة اصلا على فودافون. طبعا تم التوجه للاموال العامه، تم التوجه لمباحث الانترنت وعمل محاضر ضد الاثنين، واتمنى من الجهات المختصه محاسبه ذلك الاشخاص. احنا بنعلنهم على الانترنت مش عشان نقول ان مصر سيئه. للاسف انا بعمل الفيديو ده وانا كل حزن على اللي بيحصل، بس للاسف بجد المصريين بقوا حاجه تانية خالص. طب ما تيجوا نشوف العمله المصريه بيعملوا مساء الخير يا جماعة. معلش أنا الحقيقة يعني صادفني حاجة غريبة جدا، لازم أقولها لأنه ممكن الموضوع ده ينتشر بشكل إحنا لازم كلنا ناخد بالنا منه. اكتشفت في فلوس أخدتها إنه في 200 جنيه اللي أنا بصورها دي نصها سليم ونصها مزور. حاجة غريبة جدا، ملزوقة بطريقة احترافية من النص بسولوتيب رفيع جدا باين اهوت، ولا يمكن حد يشوفه. انا عرفتها من ان انا لما مسكتها في ايدي لقيت ان الجزء المزور اللي على الشمال ده اولا هو مطبوع متصور بنفس الصورة بتاعت بقية ال200 جنيه التانية. يعني هو بياخد ال200 جنيه بيعملها 400، ياخد نص 200 يلزقها في نص مزور، والنص التاني يلزقه في نص مزور تاني. فهو كل اللي فيها انه بيصورها على ورق بلاستيك، فالورق البلاستيك ده اتخن من الورق بتاع ال200 جنيه الصح بشويتين 3، فبانت جدا. عرفتها من انه المكنه رفضتها كذا مره في الايداع. فالحقيقه انا حبيت اقول لكم لان الموضوع ممكن ينتشر ونفاجئ ان الدنيا مشيت كده كتير يعني. شفتوا حتى العمله ال200 جنيه ما رحموهاش، قطعوها النص وصوروها ولزقوها بطريقه تعدي على اي حد. لكن المكن لا، لكن الانسان الآلي مكنه الصرف ما بتقبلش الكلام ده يا مصريين، فبيتفضحوا. اتمنى من كل واحد شايل موبايل حد يكلمه يتجاوب معاه ويبلغ عنه. بجد لازم تبقى فيه فضيحة للناس دي. الناس دي مش هتسكت إلا لما يتفضحوا. بجد بيسيئوا لمصر. هما بيشغلوا دماغهم، بس بيشغلوا دماغهم على مين؟ على ناس منهم، على ناس غلابة زيهم. طب انتوا شباب، مفيش فرص عمل، الدنيا ضيقة، مفيش وظايف، انا معاكم في كل الحالات، لكن مش بالطريقة دي. احنا سمعنا مكالمتين وشوفنا فيديو، حتى العملة ال200 جنيه ما رحمناهاش. آسف بجد على الحلقة دي، بس غصب عني لازم احذر الناس. اشكركم واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليكم، وانتظروني في حلقة قادمة عن بعض المرشحين. هنتكلم عن دور الشباب، عن الانتخابات القادمة، عن ما يدور في المجتمع المصري. السلام عليكم.